بقرار حكومي ممنوع العريس يفوت على العروس بصالة العرس. ما شاء الله. بعد ما فاجئونا وفاجعونا مديرية الشباب والرياضة بحما بقرار منع الرقص الشرقي وهز الطياز وهز الخصر، اجت بوحدة من محافظات ريف دمشق طلعت قرار تاني بمنع إدخال العريس لصالة العروس. العريس اللي دافع حق العرس، اللي هي داخل يشوف مرته، يجيب مرته حسب التقاليد والأعراس السورية، اللي الموجودين بالصالة هن عبارة عن أقرباء وزائد أقرباء، يعني محارمه للزلمة، ممنوع يفوت. الدولة تركت كل شيء وجاي تنظم الحياة الاجتماعية للسوريين، لأنه إحنا كنا عايشين مع قريش، تعرفوا يعني أسلمنا من يومين، فالدولة جاي تدخلنا على الإسلام من جديد، يعني اللي ما دخل بالإسلام يلحق حاله، لأنه مو طبيعي هالقرارات اللي عم تطلعوها. لك روحي إيش مفكرين نحن كفار قريش؟ ترى والله العظيم الناس مسلمين أكثر منكم. هاي القرارات شخصية شخصية، يعني هو حب يفوت على الصالة، قرايبينه بيحبوا بيطلعوا قدام بعض، ما بيطلعوا قدام بعض، شغلات كثير شخصية. نحن شو لنا علاقة؟ نحن لنا علاقة بزبالة، بالمخالفات، بترتيب الكهرباء، بأسعار منطقية للمي، المي تكون نظيفة معقمة، المشافي تتظبط، مرضى السرطان يمشي حالهم. ما لنا علاقة دخل عليها بالصالة، دخلت عليه بالعرس، سووا عرس مختلط، حطوا عشاء ما سووا جاتو، عملوا جاتو، ما لنا علاقة. هي الدولة التافهة اللي عم تدخل بالقرارات، هي دولة تافهة. هذا الشخص اللي عم ياخذ القرارات لازم ينفصل ثاني يوم من شغله، لأنه إنسان تافه ما عم يقدر ياخذ قرارات حقيقية، فبياخذ قرارات تافهة. ودمتم، شكرا.